متابعين القناة يسعد لي مساكم. جيتكم اليوم بكيكة كتير لذيذة، وأهم شيء إنه غنية بالحديد، بنفس الوقت لذيذة وصحية ومغذية. اليوم رح استعمل بالكيك سبانغ. لا تستغربوا، رح نساوي اليوم الكيك بالسبانغ، ورح أعطيكم فكرة كتير حلوة. نستبدل الفستق الحلبي للتزيين، بما إنه هلأ الفستق الحلبي صار كتير غالي، فرح أعطيكم فكرة كتير بسيطة لحتى نزين فيها الحلويات. هون أنا رح يلزمني 500 جرام من السبانغ، و4 معالق لبن، ونص كاسة من الزيت النباتي. بدي أحطهم بمحضرة الطعام وأطحنهم كتير منيح لحتى يصير في عندي القوام سائل. هذا الكيك كيك شتوي بامتياز ولذيذ كتير، وبنفس الوقت رح يعطي لون كتير حلو. هون رح يلزمني حبتين من البيض، وطبعا لازم تصير معي دائما حوادث لما استخدم البيض. حبتين من البيض بس. رح ارجع عيد المكونات: 500 جرام من السبانغ، 4 معالق من اللبن، نص كاسة من الزيت النباتي، وحبتين من البيض. هون كمان رح يلزمني تقريبا كاسة ونص من السكر. رح ضيفها على الخليط، ورح اتركهم تقريبا 5 دقايق لحتى يصير عندي الخليط كتير ناعم. هيك صار عندي المزيج السائل جاهز. هاي الكيكة كتير بنصحكم فيها، ودائما انا لما بساويها مثل ما قلت لكم بساوي مع الخدعة. فهلا باخر الفيديو رح لكم شو هي. هون في عندي تقريبا كاستين الا ربع من الطحين. مثل ما انكم شايفين الخليط كتير كتير عامل هوا، فانا ما بدي الهوا يطلع منه. رح نقلب شوي شوي. رح يلزمني 10 جرام من الفانيليا. بنصحكم انه تجربوا هذا الكيك، عن جد كتير لذيذ وكتير مغذي، خصوصا اذا كان في عنا بالبيت اطفال. وكمان في عندي 10 جرام من البيكنج باودر، هدول اخر شي بحطهم. مكونات كتير قليلة وبنفس الوقت كتير صحية. لازم احصل على خليط بهذا القوام. رح حرك شوي شوي. طبعا انا محماي الفرن على حرارة 200 من فوق ومن تحت. هون عندي البايركس، رح ادهنه كمان بشوية زيت نباتي. بدهن البايركس بزيت النباتي بشكل كتير منيح لحتى اضمن انه الكيك عندي ما يعلق. مثل ما قلت لكم انا محماي الفرن على حرارة 200 من فوق ومن تحت. طبعا لما بدي احط الكيك رح اطفي من فوق وخلي بس من تحت شغال. انا تقريبا من 25 ل 30 دقيقة بحصل على كيك بهذا الشكل. راح انتظر عليه لحتى يبرد تماما. وبعد ما يبرد شوفوا اللون الاخضر يلي بياخد العقل. وعلى فكرة السبانغ ما بيعطي ابدا ابدا اي نكهة للكيك، ما بيعطي نكهة نهائيا، فقط بس بيضيف عليه الفوائد. عن جد كتير خفيف وكتير لذيذ وريحته غير شكل. وبرجع بذكركم ان اللي خايف من اضافة السبانغ على الكيك فهو ما بيعطي ابدا اي نكهة. هيك انا قطعته وزينته بشوية جوز الهند. عن جد شكلها كتير حلو، لونها كتير 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 حلو. وانا زينتها بحبات هاد بسموه البرتقال القزم. هو كتير لذيذ، نوع من انواع الحمضيات، قشرته حلوة وبتتاكل ومقلبه من جوا حامض. شوفوا هون تقريبا اخذت 4-5 قطع من الكيك. انا عم سجل صوت وارجع اطفي صوت بقى، ما بعرف اذا كان شوي واضح. مثل ما قلت لكم رح ناخد اكتر من قطعة نفرطون، او حتى القطعة اللي بتفرط معنا فيني افرطون وخليهم لحتى ينشفوا تماما. بصير عندي بهذا الشكل. فيني اقول انه بديل للفستق الحلبي لتزيين مثلا الكيك او الحلويات. طبعا فيني حافظ عليه، ممكن احطه بمرطبانات واحطه بالبراد وكتير بضل عنا. هو بعد ما ينشف رح بيصير مثل البسكويت الناشف. بتمنى الفكرة تكون عجبتكم، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانطروني فيديوهات تانية.